يرفض الصدقة ويقبل الهدية؟ نعم. وماذا تنتظر حتى تؤمن به نبيا؟ العلامة الثالثة، خاتم النبوة. وكيف ستراه؟ سأحاول أن أتحين الفرصة لأختلس النظر إليه. وهل سيكون خاتم النبوة هذا في موضع ظاهر في جسمه؟ نعم، في ظهره، ولكني لا أعرف أي موضع في ظهره. أراك تتمنى أن يكون محمد هو النبي المنتظر. بالطبع، فقد جئت إلى هنا بحثا عنه. اسمع، سأساعدك في ذلك. كيف؟ عرفت أن جنازة أحد المسلمين ستخرج من المسجد غدا. اتبع الجنازة وارقب محمدا واقترب منه قدر ما استطعت. وهل سيتبع هو هذه الجنازة؟ بالطبع، فمنذ دخل المدينة وأسس مسجده فيها وهو يصلي على كل مسلم مات فيها، ثم يتبع جنازته إذا استطاع لذلك سبيلا. حسنا، سأكون خلفه في هذه الجنازة. في الصباح كان سلمان الفارسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة المسلم، وفي المساء كان معه في المسجد، وقد فهم الرسول أنه يبحث فيه عن خاتم النبوة، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهره الشريف، فرأى سلمان خاتم النبوة، وأيقن أنه نبي آخر الزمان الذي جاءه من فارس من سنين عديدة ولم يلتق به غير الآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أسلم سلمان الفارسي وأصبح واحدا من الصحابة المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تقيا نقيا شديد الإيمان، ولكنه ظل مسلوب الإرادة لأنه لم يتخلص من عبوديته حتى الآن. هذه هي حكايتي يا رسول الله. كنت حرا في بلدي وأصبحت عبدا في هذه المدينة. أشفق رسول الله على سلمان، ورأى أنه يستطيع أن يخدم الإسلام أكثر لو عاد حرا. وكيف أعود حرا يا رسول الله؟ نصح رسول الله سلمان أن يكاتب سيده اليهودي حتى يتخلص من عبوديته له. تكاتبني؟ نعم، تحدد ثمني وأدفعه لك على أقساط من كسب عملي. 40 أوقية من ذهب. 40 أوقية؟ أرأيت كم أنت غال عندي؟ ولكن ثمن العبد في المدينة ما بين 8 أوقيات ذهب إلى 10 أوقيات على أقصى تقدير. لن أقبل فيك أقل من 40 أوقية. ومن أين آتي لك بكل هذا المال؟ من صاحبك محمد. تقصد رسول الله؟ نعم، ألم تؤمن به دون إذني رغم أني سيدك وأنت عبدي؟ كيف أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحررني بهذا المبلغ الكبير؟ انتظر، فهذا المبلغ الكبير ليس هو كل شيء. أتريد ثمنا آخر؟ بالطبع، أريد 300 نخلة تزرعها في حديقتي، وإذا ماتت منها نخلة واحدة تعوضني عنها بنخلة أخرى. هذا كثير جدا. إذا كان محمد يحب أصحابه كما تدعون فسيوفر لك هذا الثمن مقابل حرياتك التي تحلم بأن تعود لك مرة أخرى. كيف استطاع أصحاب محمد أن يجمعوا كل هذه الفسائل الكثيرة في هذه الفترة القصيرة؟ لأن الرسول أمرهم أن يساعدوا سلمان وهم يطيعونه في كل أمره. أنا نفسي أحضرت 10 فسائل من عندي. ولماذا اهتم نبيكم بعبد فقير مثل سلمان ليس من بلدكم ولا من نسبكم؟ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسب في الإسلام هو نسب الدين وليس نسب الدم. وماذا يعني ذلك؟ يعني أن سلمان منذ أسلم قد أصبح واحدا منا، رغم أنه عبد.
ديننا لا يفرق بين العبد والسيد في الحقوق والواجبات، وها نحن نحاول أن نجعلك تعتقه. لن تستطيع أبدا. انظر، ها هو رسول الله قد جاء بنفسه. ما هذا؟ إنه يأمر أصحابه بأن يحفروا الأرض لزراعة فسائل النخيل. سأذهب لأحفر معهم، لن أضيع هذا الشرف العظيم. كيف ذلك؟ محمد يزرع فسائل النخيل بنفسه؟ نعم، زرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائل النخيل كلها بيده الشريفة، فوالله لقد نمت كلها وما ماتت منها فسيلة واحدة. كيف لم يعتق اليهودي بعد أن نمت النخلات وجمع التمر وباعه في السوق؟ لأنني لم أكمل بقية الثمن الذي كاتبته عليه، 40 أوقية من ذهب. يا الله، أما زال مصرا على قبض هذا الثمن الباهظ؟ حتى أظل عبدا له طيلة حياتي. لماذا لا تذهب لرسول الله وتخبره بأنك لم تستطع التحرر من عبوديتك بعد؟ أخشى أن أثقل عليه صلى الله عليه وسلم، يكفي ما فعله من أجلي حتى الآن. سلمان الفارسي، يا سلمان. ها؟ أين أنت يا أخي؟ خيرا إن شاء الله. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الغنائم، فأخرج منها هذه وطلب مني أن أعطيها لك. وما هذه؟ يا سبحان الله، تشبه بيضة الدجاجة. ولكنها من الذهب. الذهب؟ نعم يا سلمان، وهبها لك رسول الله حتى تبيعها وتسدد من ثمنها ما تبقى من دينك عند اليهودي فيمنحك حريتك. يا حبيبي يا رسول الله. في شوال من العام 5 الهجري قررت قريش أن تثأر لهزيمتها من المسلمين في غزوة بدر وعدم انتصارها في غزوة أحد، والتفت حولها قبائل كثيرة من شبه الجزيرة العربية، وكونوا جيشا من 10,000 مقاتل عرف لاحقا بجيش الأحزاب، وتحرك نحو المدينة المنورة للقضاء على الإسلام والمسلمين. وصلت أنباء جيش الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاجتمع بصحابته يستشيرهم في الأمر. علينا ألا نخرج إليهم يا رسول الله كما خرجنا في أحد. نعم، فجيشنا لن يزيد عن 3,000 وجيشهم يزيد عن 10,000. ولكننا إذا بقينا في المدينة فلن نستطيع أن نصدهم عنها إذا هاجمونا فيها. نعم، فذلك جيش كبير جدا، ونخشى على النساء والأطفال والشيوخ الذين لن يستطيعوا أن يحاربوا معنا، ولن نستطيع أن نحميهم من قريش وحلفائها. والله يا رسول الله، كنا في فارس إذا واجهتنا مثل هذه الظروف فإننا نلجأ للتخندق. التخندق؟ وماذا تقصد بالتخندق يا سلمان؟ أقصد أن نحفر خندقا كبيرا يمنع جيش الأحزاب من الوصول إلينا في المدينة، وفي الوقت نفسه يحول بيننا وبينهم. تبدو حيلة جديدة في الحرب يا رسول الله. ولكن أين نحفر مثل هذا الخندق؟ هل نحفره مثلا في جنوب المدينة؟ بيوت المدينة ونخيلها كفيلان بحمايتنا في الجنوب. أرى يا رسول الله أن نحفر الخندق في شمال المدينة، وأنا على دراية تامة بكيف تحفر مثل هذه الخنادق. أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة سلمان الفارسي، وأمر بحفر الخندق في شمال المدينة، وشارك بنفسه في الحفر في ظروف كانت في غاية الصعوبة على كل المسلمين في المدينة المنورة. وعندما وصل جيش المشركين فوجئ بالخندق يمنعهم عن المسلمين، ورأوه حيلة جديدة لم يعهدوها من قبل في الحروب.
انسحب جيش الأحزاب يا رسول الله. يأست قريش وحلفاؤها من أن يصلوا إلينا بعد أن حاصروا المدينة أياما طويلة وفشلوا في عبور الخندق، ومات منهم من حاول أن يعبره فوقع فيه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. هذا بفضل سلمان الفارسي بعد الله سبحانه وتعالى. نعم، فسلمان منا نحن الأنصار. بل سلمان منا نحن المهاجرين. هل تختلفون علي الآن؟ قل لنا يا رسول الله، أسلمان من الأنصار أم من المهاجرين؟ قال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آنذاك.